السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهاردة يا جماعة حاجة تحفة، جامد من الآخر زي ما بيقولوا. كيكة المج أو كيكة فنجان الشاي اللي مركون عندنا في النيش، اللي ما بنستخدمهوش حتى للضيوف. الشيف نادية السيد ما شاء الله عليها عملت اختراع فظيع. تعالوا اقول لكم عملت ايه. هنا جابت يا حبايب قلبي كوباية من اللبن، وكوباية من السكر، ونص كوباية من الكاكاو اللي هو الخام، وكوباية من الزيت. تمام يا حبايب قلبي، وهنضربهم عندنا في كب خلاط هاند بلندر المتوفر عندكم. وهضربهم كده كام ضربة، وبعد كده هاخد اسباتيولا وهقلب كل الخليط علشان يتناسب كله مع بعضه. بيبدأ يتقل اهو يا حبايب قلبي. هاخده برضو هضربه ضربتين كمان بحيث ان القوام معايا يتقل زي ما شايفين حضراتكم. ضربة في التانية هتلاقي القوام معاكي تقل وجميل جدا. يعني كل احترام وتقديري للشيف نادية السيد، بحبها جدا وهي ست ذوق ومحترمة. ربنا يكرمها يا رب ويحسن ما بين ايديها. النهارده يا حبايب قلبي خدت بقى كده، عجبني الترند بتاعها جدا، حبيت ان انا اجربه. خدت بقى شويه من الشوكليت اللي احنا عملناه ده الصوص، ركنته على جنب، وخدت بيضتين عليهم معلقه فانيليا وضربتهم بقى مع الخليط المتبقي. انا خدت كوب واحد بس زي ما شايفين حضراتكم كده، شوفوا ما شاء الله عامل ازاي، جميل جدا. وهضرب البيضتين كده مع بعض لحد ما الخليط بتاعي يبقى رقيق جدا زي ما شايفين حضراتكم كده، اخف اهو زي ما شايفين. هاخده بقى كده يا حبايب قلبي، وهجيب كوبايه واحده بس من الدقيق، وعليها معلقه من بيكنج باودر وذره ملح. تمام يا حبايب قلبي، هنخل كل الكلام ده مع بعضه، وهجيب كده مضرب وهخلط كل الحاجات دي لحد ما القوام معايا يبدأ ان هو يتجانس كده مع بعضه. حسيت انه تقيل شوية، حطيت يا دوبك معلقة واحدة من الحليب. كده القوام معايا جاهز وجميل جدا جدا. هجهز بقى معايا يا حبايب قلبي الصينية بالفناجين او المجات او كوبايات المتوفر عندك، او بولات، اي حاجة متوفرة عندك في المطبخ مش هتقول لا. تمام يا حبايب قلبي، هجيب يا دوبك بس نص المج كده او الفنجان، يعني فوق عن نصه بحاجة بسيطة يعني. تمام، علشان ادي مساحة ان هو لما يعلى يبقى فيه مسافة براحته ان هو يعلى فيها. زي ما شايفين حضراتكم كده هفضي كل الكمية. تبارك الرحمن ما شاء الله، عشان المجات عندي هنا يعني رفيعة شوية من تحت، فما شاء الله عملوا 6 مجات، وعملت معاهم اللي هي بولة صغيرة كمان. تمام يا حبايب قلبي، اهي البولة اهي. هي بقية المجات انا ما حطيتهاش علشان انا بغلي مية على النار علشان اسيب مكان يعني ان انا احطها فيه. نسيت ان انا اقول لكم ان انا دهنت المجات معلقة من الزيت بفرشة كده، دهنة بسيطة خالص، علشان بس لو حبيت ان انا اقلبها تبقى سهلة معايا في القلب. كده يا حبايب قلبي هجيب ميه بتغلي حوالي لتر، يا دوبك هحط اقل من نص المجات ميه مغليه زي ما شايفين حضراتكم كده، نفس السمك كده. وبعد كده هحط مجاتي كلها، اشوف غطا بقى مقاس الصينيه اللي معايا، وبعد كده هلف عليه فوطه، وهشوف اي استك او اي حاجه علشان اقفله من هنا باحكام. جبت استك اهو هقفله كده باحكام. بس في غلطه كده انا هحطه الاول على النار واحكي لكم على الغلطه اللي مريت بيها. طبعا يا حبايب قلبي الصينيه زي ما انتم شايفين حضراتكم يعني كثافتها مش عاليه جدا، فطبعا الغطا بالفوطه لزق زي ما انتم شايفين كده في المجات اللي ورا دي، علشان انا معوداكم في مصداقيه في كل حاجه بنعملها مع بعض، ما بخبيش عليكم حاجه. الفوطه طبعا لزقت في الفناجين دي، لا كانت يعني ما شاء الله كانت تبقى زي البوله دي. شوفوا البوله دي عامله ازاي، منفوخه وما شاء الله عليها عشان قصيره شويه، فطلعت ما شاء الله منفوخه عامله ازاي. التانيين معلش اسفه يعني على الغلطه دي، ما عملتش حسابها، الفوطه لزقت في الوش بتاعهم فقللت من النفخه بتاعتهم، بس هم مستويين وزي الفل. هنا بقى جبت القوام بتاع الشوكولاته بتاعي زي ما شايفين حضراتكم كده، شوفوا جميل يا جماعه. الجوز بتاع سوري، الصوص بتاع الشوكولاته ده ان شاء الله باذن الله هنزله لكم على القناه، ده لتزيين التورت، جاتوهات، اي حاجه اقتصادي مليون المية، جميل جدا بدون شوكولاته، في ثواني هتعمليه
كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، نص كوباية من الكاكاو، وكوباية من السكر، وهتضربيهم هيبقى معاك قوام جميل جدا. شايفين يا جماعة ما شاء الله عليها، ومستوية على فكرة، وجميلة جدا جدا من جوه، وهشة وناعمة، وطعمها يعني ما شاء الله تبارك الله. تسلم ايدك بجد يا شيف نادية، حقيقي احنا بنتعلم منك، انتي مدرسة واختنا الكبيرة، وربنا يحفظك ويحميكي يا رب ويحسن ما بين ايديكي. وانا ليا الشرف ان انا اعمل التجربة دي من شيف نادية السيد، ربنا يكرمها ويجزيها عننا كل خير. ويا رب الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. ولو حضراتكم معايا لحد دلوقتي، لو شايفين الفيديو يستاهل اللايك، لايك وشير ومتابعة حلوة للقناة. بحبكم في الله، اقدم لكم كل جديد. مع السلامة.